السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على مدونة دروس ويب. في نفس دورة الجافا سكريبت. اليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى هذه الخاصية التي سوف تشاهدون الآن كيفية عملها. نعم، يطلب عند عمل ريفرش للصفحة يطلب من الزائر إدخال عدد، مثلا يدخل الرقم 20، يضغط على انتري. يطلب منه إدخال عدد آخر، مثلا يكتب 30. عند الضغط على انتري هنا يظهر له المجموع. نعم، سوف نقوم بإفراغ الصفحة، نعمل سيف والآن نعمل ريفرش والصفحة فارغة. نعم، أول شيء سوف نقوم بكتابة المتغير الأول var. نعم عفوا، نكتب var ونعطيه var واحد. نكتب عبارة promote، الدالة promote. نعم، نكتب بداخلها دوما أدخل العدد الأول، مثلا نكتب ال أ و ل. نعم، بعد ذلك نقوم بإعادة كتابتها. نعم، نغير متغير، هنا نكتب العدد الثاني هكذا. نعم، نكتب العدد الثاني. نعم، نعمل سيف الآن نعمل ريفرش. نعم، العدد الأول مثلا ندخل 10، نضع انتري. العدد الثاني ندخل مثلا 11، نضغط انتري. نعم، حتى الآن لم نقم بعملية الجمع. نكتب document alright، نعمل بداخلها ماذا نرغب بالمجموع. نعم، نكتب المتغير الأول var زائد var 2، لكن هنا سوف لن نحصل على النتيجة، فقط سوف نحصل على دمج. نعم، نعمل سيف، نعمل ريفرش، نضغط 2، نكتب 3. نعم، كما تلاحظون أعطانا دمج، لم يعطينا النتيجة، لم تقم بحسابة العدد كم يساوي النتيجة. نعم، لأن البروموبت هنا كل ما تقوم بكتابته هنا فهو يعتبر من النوع string، يعتبر كلمة. نعم، يجب علينا استعمال دالة أخرى لتحويله ليصبح معتبرا كأنه رقم. نعم، ما علينا إلا إضافة الخاصية. هنا نكتب بار هكذا int، نفتح قوس، نكتب المتغير بداخلها. هذه الدالة فهي تقوم بتحويل نعم الشنت كاركتر إلى عدد. نعمل سيف والآن نعمل ريفرش. نكتب مثلا 2، نكتب 3، تعطينا النتيجة 5. نعم، إلى هنا نشكركم على حسن تتبعكم، في أمل نلقاكم في درس آخر.